النهاردة هعمل معاكم اجمل والذ فطير ممكن تعملوه بمكونات اقتصادية جدا من غير ولا وقت ولا مجهود. لو عندك شوية دقيق في البيت هتعملي احلى فطاير زي ما انتوا شايفين، بصراحة احلى من الشاورما والكريب، وهتستغني عن كل اكل الشارع. لو عندك شوية دقيق، بشوية دقيق بس هتعملي اجمل والذ الفطاير. لو جربتوها يعجبكم قوي، ومكوناته اقتصادية جدا متوفرة في كل بيت، يعني مش هتتكلفي اصلا ولا وقت ولا مجهود ولا فلوس. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة، لو اول مرة تشوفوني، انا اسمي اسماء. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير عشان يوصل لكم معايا كل جديد. يلا بينا نبدأ. ومعانا هنا مكونات الفطير عبارة عن 4 كوبايات من الدقيق، هنزل بيهم هنا في البولة بتاعتي كده. هنزل فيهم بمعلقة صغيرة من الملح، وهقلب هنا كده بالشكل ده. الدقيق اللي معايا هنا كده زي ما انتوا شايفين دقيق متعدد الاستخدام، يعني مش دقيق معين ولا حاجة. هنزل فيه بالمية. معايا المية هنا مية فترة من الفلتر عادي، مش سخنة ولا دافية. وهنزل هنا بالمية بالشكل ده تدريجيا. طبعا مفيش معيار للمية عشان على حسب نوع الدقيق. وهقلب كده بالشكل ده زي ما انتوا شايفين تدريجيا تاني بالمية، وهقلب لحد ما اخلط السائل كله مع الدقيق بتاعي، وبعدين هبدأ اعجنها. هبدأ اعجن كده في العجينة زي ما انتوا شايفين، ابتداء من 3 دقايق لحوالي 5 دقايق. ولو اضطرت معاكي بقى يعني ممكن تديلها رشة دقيق بالشكل ده. هنا بقى لميت العجينة معاكم بالشكل ده، شايفين قوامها؟ هي بتلزق بسيط يعني، بس هو ده القوام اللي انا عايزاه. وشيلت هنا العجينة في ايدي وفي نفس الطبق، وحطيت فيه حوالي معلقتين زيت، وهنزل بالعجينة زي ما انتم شايفين هنا كده بالشكل ده. وبكيس بلاستيك بقى بالشكل ده هغطيها كويس، وهغطي الطبق بفوطة بالشكل ده زي ما انتم شايفين. واسيبيها بقى تتخمر من حوالي ساعتين 3 4 زي ما انتي حابة. اطلعي مشوار وارجعي. ومعايا هنا العجينة رجعت لها بعد ما سبتها ارتاحت من حوالي ساعتين ل3 ساعات، وهطلعها بقى هنا معاكم وافردها بشكل اسطواني. وفردتها هنا بالشكل ده، دهنت الصينية زيت كده خفيف وفردتها بالشكل ده، وهبتدي اقطع فيها. بقطع فيها كده، هتقطعيها باي سكينة موجودة عندك. قطعتها بالشكل ده زي ما انتم شايفين، وهبدأ اخد حتة حتة وهكور فيها. كورتها بالشكل ده زي ما انتم شايفين، وقفلت عليها هنا بالاسترتش بالشكل ده زي ما انتم شايفين، او اي كيس نايلون عندك عشان ما تنشفش. وهسيبها لحد ما احضر الحشوة بتاعتي. ومعايا هنا دي بقى كانت مكونات الحشوة بتاعتي، عبارة عن 2 فلفل رومي، حبتين من الطماطم، واحدة بصل، ومعايا هنا حبة لانشون، زيتون اسود، ومعايا هنا بقى بطاطس محمرة. هقطع هنا الخضار بتاعي حتت رفيعة جدا، وممكن تحشيها بقى باي حشوة تانية يعني زي ما انتي حابة بقى، فراخ، لحمة مفرومة، اي حشوة تاني تحبيها. ومعايا هنا الخضار بتاعي قطعته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. قطعت الفلفل رفيع قوي والطماطم، وقطعت البصل تقطيع جوليان هنا معايا. والحشوة بقت جاهزة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. معايا هنا الصينية دهنتها كده دهنة زيت بسيطة، وهبدأ انزل فيها بقطع العجين او على الرخامة في اي حتة انت تحبيها. هجيب العجينة بالشكل ده وهبدأ ابططها زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده زي ما انتوا شايفين معايا. اهم حاجة ايدك تكون فيها حاجات بسيطة زيت بس عشان ما تلزقش معاكي. رفعيها بقى على قد ما تقدري، يعني على قد ما تقدري رفعيها. عايزة سمكها يبقى رقيق جدا.
وكملت فرد فيها هنا بالنشابة كده زي ما انتوا شايفين. لو عايزة تكملي فرد بايدك مفيش اي مشاكل، بس النشابة اسرع يعني. افردي فيها على قد ما تقدري، يعني حاولي تخلي السمك رقيق جدا، ولو اتخرمت هنا اتقطعت معاكي مفيش اي مشاكل. وفردت هنا كده العجينة معاكم بالشكل الدائري زي ما انتوا شايفين، سمكها رقيق قوي، ولو اتقطعت معاكي اي تقطعات مفيش اي مشاكل. وهنزل فيها بالحشو. اول حاجة هنا معايا في الحشوة الخضار بتاعي، الفلفل والطماطم والبصل. حطيت كده رشة فلفل اسود خفيفة ورشة ملح، وهبتدي اقلب. بنكه هنا كده حشوة الفطير بتاعتي، يعني الفلفل الاسود بيدي طعم تحفة مع البصل. وهبدأ انزل بالمكونات. اول حاجة هنا البصل والفلفل زي ما انتم شايفين كده ونزلت هنا بالبطاطس واللانشون زي ما انتم شايفين كده، قطعته حتت صغيرة كده مكعبات. ونزلت هنا بقى معاكم كمان بكام واحدة زيتون بالشكل ده. ونزلت كمان هنا معاكم بكاتشب ومايونيز، حركات كده لذيذة وبتدي طعم تحفة. ولو عندك بقى جبنة موزاريلا حطي، عندك اي انواع جبن حطي. وهبدأ بقى اقفل العجينة بتاعتي بالشكل ده. قفلت هنا معاكم العجينة بالشكل ده. ده شكل العجينة. هعمل معاكم واحدة تانية عشان تعرفوا كويس. وهنا معايا مسحة الزيت، ما تنسيش في كل واحدة امسحي تحتها بالزيت كده عشان ما تلزقش معاكي. وهبطط العجينة هنا بالشكل ده زي ما انتوا شايفين، وهفردها بالنشابة او بايدي يعني ايا كان، بالشكل ده اللي انتوا شايفينه. وتمسحوا على النشابة بقى كده مسحة زيت خفيفة بالشكل ده عشان ما تلزقش معاكي في العجينة. ونزلت هنا كده بالحشوة بالشكل ده زي ما انتوا شايفين، الخضار والبطاطس واللانشون وكام واحدة زيتون. وضفت هنا كمان الكاتشب والمايونيز بالشكل ده زي ما انتوا شايفين او الجبن. وهبدأ اقفل في الفطيرة. قفلت بالشكل ده، وهتجيبي الحروف بالشكل ده وتقفلي كويس قوي، ما يبقاش فيه اي فتحات، وتلفيها كده بالشكل ده. قفلتها بالشكل ده زي ما انتوا شايفين، وهشيلها واركنها لحد ما اخلص باقي الكمية بتاعتي. ومعايا هنا بقى على نار واطية قوي في طاسة او صينية، بس اهم حاجة يعني ما تكونش حاجة لاصقة، تيفال او جرانيل اللي موجود عندك. وهنزل بحبة زيت صغيرين مش كتير، وهوزعهم في الصينية بالشكل ده على اهدى نار عندك، نار هادية جدا. وهنزل بالشكل ده بالفطير. ومعايا هنا الفطاير، اول ما تبدأ تنفخ معاكي بالشكل ده هنقلبها كده على الاتجاه التاني. وطلعتها هنا كده جاهزة للتقديم، خدت اللون الذهبي ده معايا وطلعتها على طول. وهخلص بقى باقي الكمية. ما بتزوديش هنا بقى في باقي الكمية ولا زيت ولا اي حاجة تانية، هما الحبة اللي حطيناهم الاولانيين وبيقضوا معاكي لاخر واحدة. وهنا ده كان معايا شكل الفطاير النهائي بعد ما خلصت باقي الكمية. بصراحة ما خدتش مني ولا وقت ولا مجهود، واقتصادية جدا، وقطعت معايا ما شاء الله كمية حلوة ومشبعة. ده كان شكلها زي ما انتوا شايفين، شكلها حلو جدا بقى، ولا تقولولي شاورما ولا كريب، بصراحة هي احلى منهم كلهم. وكمان بقى والله طعمها رهيب، وشايفين قد ايه مورقة من جوه وجميلة، طعمها حكاية بجد، الطعم حكاية وريحتها تجنن. لازم تجربوها، ولو جربتوها مش هتبطلوا تعملوها. ولو عجبكم معايا فيديو النهاردة ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير عشان يوصل لكم معايا كل جديد. باي باي.